إلى الزمان الذي اختار أن ينقله إلى مظاله الأبدية. صوت في الأنبياء تنبأ من أجله قائلا: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا. يا ليسون يا ليسون يا رب الأرحام. وإذا أضاف أشعياء النبي قائلا: إنه ولد يولد لنا ونعطى ابننا الذي الرئاسة تكون على منكبيه. الله القوي المتسلط وملاك المشورة العظمى، الصديق والمشير غير المبتدئ، الكائن مع الله الآب في كل شيء. أرميا النبي العظيم تنبأ قائلا: من أجل صهيون لا أسكت ومن أجل أورشليم لا أمل. وعاد هذا النبي العفيف قائلا: إن ترياقا في جلعاد يداوي ابنة شعبي، فلنمضي إلى جلعاد لننال الدواء من ذلك الموضع. الترياق الذي فيها وجسد ودم عمانوئيل وابنة شعبه العروس الحقانية التي نالت الطهر من ابنها الحبيب يسوع المسيح. حزقيال أيضا العظيم في الأنبياء تنبأ قائلا: رأيت بابا في المشارق ومختوما بخاتم عجيب، لم يدخله إلا رب القوات، دخل وخرج وهو مغلقان كما كان به حاله. حزقيال قائلا: هوذا إني أبصرت مركبة مرفوعة في السماء وأربعة أوجه حول المركبة، وجه أسد ووجه صور ووجه إنسان ووجه نسر بالموضع الذي توجه إليه المركبة، والمركبات تسير في اتجاه المركبة، ويد الإنسان من تحت المركبة. سمعت صوت فوق الشاروبيم صرخ قائلا: تعال يا رجل الله تنبأ. الذي سمعته لأول مرة على نهر خابور قائلا لي: يا رجل الله يا رجل الله تنبأ. أبصرت جبلا مرتفعا وقد قطع منه وإذ لم يمسه يد إنسان بتة،
وعاد هنا النبي الحكيم قائلا: إني أبصرت بعيني رب الصباوت على سحاب السماء يشبه ابن الإنسان وثيابه حمر من بصار. هذا الذي أعطى الرئاسة والسلطان والقوة والغلبة من بعد ما تأنس، وسلطانه سلطان إلى الآباد، وسنوه لا تفنى. أشعياء قائلان: ليس هو ملاكا ولا رئيس ملائكة، بل هو واحد مع الله الآب قبل كل الدهور. هذا هو يسوع المسيح الصديق والمشير الأزلي مع الآب في الحقيقة. هذا هو يسوع المسيح ورئيس الكهنة على طقس ملك صادق، الذي تجسد وصار إنسانا من أجل خلاص البشر. هذا بإرادته وحده ومسرة أبيه والروح القدس. وتجسد من العذراء وتعمد من القديس يوحنا المعمدان، وصعد على خشبة الصليب ونزل إلى الجحيم وسبى سبيا وقام من بين الأموات وصعد إلى السماوات وخرج لاستقباله الملائكة يرتلون له: وقد صار ملكا علينا. وإنا من أجل هذا نسأل ونتضرع إليك يا محب البشر، باركنا واظهر لنا قداسة هذه القرابين الموضوعة بحضور روحك القدوس عليها، لكي بقلب طاهر نفسه إذ نصرخ إلى الله القدوس الذي في السماوات ونقول: